بدأت الأسرة الخامسة حوالي عام 2494 قبل الميلاد، واستمرت حتى نحو 2345 قبل الميلاد. أول ملوكها كان أسر كاف. تميز حكام الأسرة الخامسة ببناء الأهرامات الصغيرة في سقارة بدلاً من الأهرامات الضخمة كما في الأسرة الرابعة. كما اهتموا بتعزيز قوة الكهنة في معابد الشمس، وارتبطت معظم هذه الفترة بالاهتمام الديني وخاصة بعبادة الإله رع. أوناس كان آخر ملوك الأسرة الخامسة. أهراماته الشهيرة في سقارة، والتي بالرغم من صغرها مقارنة بأهرامات الأسرة الرابعة لكنها مهمة جدا، لأنها تحتوي على أقدم النصوص الدينية المعروفة باسم نصوص الأهرام. هذه النصوص كانت تهدف إلى حماية الملك في العالم الآخر ومساعدته على الوصول إلى الآلهة بعد موته. خلال حكم أوناس بدأ نفوذ الكهنة يتزايد، وبدأت السلطة الملكية المركزية تضعف، وهو ما مهد لانحدار الأسرة الخامسة القديمة تدريجيا بعد وفاته.